سحق المنتخب الوطني نظيره الموريتاني في المباراة الودية الثانية التي جمعت الفريقين أمسية اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى. سداسية الخضر تناوب على توقيعها كل من سليمان الذي وقع هدفين في هذه المباراة، رياض محرز الذي وقع هدفين هو الآخر، في حين تقاسم الثنائية الأخيرة كل من ياسين براهيمي لاعب بورتو وهلال العربي السوداني لاعب دينامو زاغريب الكرواتي، مع التذكير بأن المباراة الأولى التي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره الموريتاني على ملعب تشاكر بالبوليدة انتهت بثلاثية لهدف وحيد لصالح المنتخب الوطني. واعتمد الناخب الوطني بنسبة كبيرة في هذه المباراة التي لم تجرى بحضور وسائل الإعلام ولا حتى بحضور الأنصار كذلك كما يعلم الجميع، ويكون قد اعتمد على التشكيلة الأساسية بما أنهم هم الذين وقعوا 6 أهداف كاملة بالنسبة للمنتخب الوطني. نبقى